وعندك ابتلاء، خليكي متأكدة ان ربنا بيبتليكي او بيختبرك عشان بيحبك مش عشان بيعاقبك. عشان في فكرة كده خاطئة بتيجي لبعض الناس ان ربنا بيبتليني او بيعمل فيا كده عشان بيعاقبني، اكيد انا عملت حاجة في حياتي. لا طبعا، ربنا ما بيعاقبناش، ربنا بيطهرنا. الانبياء كلهم ابتلوا. سيدنا محمد كان عنده ابتلاءات كتير جدا في حياته. هل هو ربنا بيعاقبه؟ لا، ده احسن خلق الله وكان ربنا بيحبه جدا، اختاره نبي. فانت لو ربنا ابتلاكي فخليكي متأكدة ان ربنا بيعمل كده عشان بيحبك، عايزك تبقي احسن، عايزك تقربي منه. وخلي بالك ابتلائك هيجي في اكتر حاجة بتحبيها. ابتلائك مش هيجي في حاجة رفاهية مش هتشغلك مش هتوجعك، لا، ابتلائك هيجي في حاجة هتوجعك جامد جدا، وهتحتاري وهتنكسري عشان تروحي لربنا عز وجل. اوعي بقى في ابتلائك تنكسري لعبد او لاي حد زيه زيك، يعني ما تنكسريش قدام واحد زيه زيك يعني، لا، انكسري قدام الله عز وجل. صلي وادعي وان ربنا يزيل عندك الابتلاء ده. اي حاجات هتساعدك على الصبر، اللي انت يبقى عندك ثقة بالله عز وجل ان ربنا قادر يغير حياتك دي في ثانية. ربنا قادر في لمح البصر كده، زي ما الدنيا اتربيت فوق دماغك الدنيا تتظبط تاني. فخليكي مؤمنة بالله، وادعي كتير جدا، ادعي بكل اللي انت عايزاه. السماء مفتوحة، يعني ربنا سمعك وبصي سمع كل اللي انت بتقوليه. ادعي واحلمي زي ما انت عايزة، وادعي بربنا وربنا هيحقق لك كل ده اذا كان خير ليكي.